صباح الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة. فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون عن مشتريات اللانش بوكس وازايز المية او زمزميات اللي الولاد بياخدوها معاهم في المدرسة. انا اول واحدة اشتريت الحقيقة كذا لانش بوكس من كتر ما انا متوترة، مش عارفة هو انهي واحد صح وانهي غلط، ايه هيكفي ايه مش هيكفي، عشان كده ممكن اكون اشتريت كذا شكل. فقلت فرصة ان انا اوريكم الاشكال اللي انا جبتها، وفي اشكال اكتر كمان في السوق. اول واحدة جبتها دي شكلها، دي بتكفي ساندوتش واحد بس. البلاستيك بتاعها نوعه كويس جدا، بتتفتح كده، هنا بتحطي الساندوتش، هنا في زي علبة تانية صغيرة كده بينفع تحطي فيها مثلا لو هتحطي له خيار او اي خضار يعني متقطع، جزر، ايا كان هياخد ايه معاه. ممكن تحطي كورن فليكس، ممكن تحطي اللي هو السويت كورن ده يتحط هنا. وهنا الساندوتش. اوكي، دي بتاخد ساندوتش اللي هو العيش الريش بيك البيتي بان الصغير ده، بيتكفي هنا، بياخد ساندوتش واحد. للأسف أنا مش فاكرة سعرها، كنت جايبها من كارفور بس مش فاكرة سعرها خالص. في واحدة كمان ده شكلها، دي كانت ب30 جنيه. اوكي، برضو نفس الفكرة، هنا فيها ده الزرار ده عشان تفرغي الهواء وتقفليها تاني، بس يعني حاسة انه اي كلام، يعني مش شغال كويس اساسا. هي بتتفتح كده، هي دورين، فيها الطبق ده، وهو كان معاها شوكة ومعلقة بس انا نسيت اجيبهم دلوقتي. لونهم برضو ازرق وبلاستيك. هنا في البوكس ده من تحت. اوكي، ده بيكفي يعني ياخد تقريبا 3 سندوتشات من العيش اللي هو البيتي بان، او تحطي يعني توزعي، بس انا بقول لكم تقريبا بيكفي كده. في الدور اللي فوق ده متقسم كده بالورب، بتحطي فيه طبعا اللي انتي حباه. دي 30 جنيه. جبت واحدة تانية، دي نفس الفكرة برضو بس اصغر، دورين كده، وكل الحاجات دي معاها شوكة ومعلقة، كل العلب دي ما عدا اللي هي بتاعت الساندوتش الواحد، هي بس واحدة مفيهاش معلقة ولا شوكة. دي كانت ب 52 جنيه من سنتر بوينت. انا شايفة ان هي غالية شوية لان هي صغيرة، يعني ما بتاخدش حاجة قوي. اللي جبتها بقى وكانت حلوة جدا جدا، دي كبيرة قوي، وبينفع انه اللانش بوكس يتشال كده. اوكي، دي بتاخد بقى كل حاجة، ما بحتاجش ان انا احط حاجات كتير. برضو نفس الفكرة، بتتفتح كده. اوكي، وهي دورين برضو بس كبيرة وغويطة من جوه، بتبقى كده. دي اول طبقة، وده برضو نفس الحكاية، بتاخد دي برضو تقريبا اللي تحت دي بتاخد 3 سندوتشات من اللي هو البيتي بان، وهنا برضو تقدري تحطي تاني سندوتشات، وهنا لبن، يعني طبعا على حسب انتي بتحبي تبعتي مع ابنك ايه في المدرسة. نيجي بقى لأزايز المية. الماركة دي كويسة جدا، اللي هي كول جير USA. دي الازازة ب60 تقريبا. وبرضو دي نفس الماركة. بس دي مشكلتها انها كبيرة قوي فبتبقى تقيلة شوية. دي حجمها كويس، ونوعها البلاستيك بتاعها حلو جدا، لان الازايز لما بتبقى رخيصة المية عقبال اخر اليوم بتلاقيها ريحتها كمكمت شوية، ف دي لا حلوة، يعني المية ريحتها ما بتتغيرش خالص فيها. وجبت نوع تاني، دي كانت رخيصة بس نوعها كويس، يعني حتى اللي هو الارقام اللي بتبقى مكتوبة تحت دي مكتوبة دي 7، اللي هو من جودة البلاستيك يعني. دي كانت بحوالي 16 جنيه
او 20 جنيه حاجه زي كده. بس نوعها كويس، بس برضو دي احسن منها. دي بشاليمو كده، اوكي. دي ازازه عادي. بس كده هي دي الحاجات اللي انا جبتها للمدرسه عشان ابني. وجبت زي ما قلت كذا لانش بوكس عشان انا مش عارفه يعني ايه هيكفي ايه. وعايزه اقول حاجه، ان احنا يا ريت نعلم ولادنا، عشان المدرسه محدش يعني محدش هيساعد حد ان هو يفتح اللانش بوكس بتاعه ازاي وكده. فانتي علميه انه اللانش بوكس ده بيتفتح ازاي، وخليه يفتحه ويقفله قدامك ان هو كده كده، ويتعلم ان هو يفتحه ويقفله لنفسه. علشان يعني انا لما ابني دخل المدرسه لقيت ان الامهات بتشتكي من الموضوع ده، انه محدش بيفتح لهم اللانش بوكس. هو محدش هيفتح لحد لانه العدد كبير، يعني 22 طفل او اكتر في الفصل، فاكيد محدش هيبقى فاضي يفتح لواحد اللانش بوكس بتاعه. فانتي تعلميه يفتح اللانش بوكس ويقفله. وما تبعتيش اكل كتير قوي. انتي عارفه كل واحده فينا عارفه ابنها بياكل قد ايه، فما تبعتيش اكل كتير قوي علشان حرام ما يترميش، وعلشان ما يتبهدلش بقى ويبقى الحاجه تقيله على الفاضي. بس كده هو ده اللي انا كنت عايزه اقوله، واوريلكم الحاجات اللي انا اشتريتها. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا حبيتوه واستفدتوا منه، وربنا يحفظ ولادنا كلهم ان شاء الله. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جايه قريب. مع السلامه.